السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. عواشركم مبروكه. كملوا سلسله الحلويات، حلوى الخليط اللي كتجي لذيذه وهشيشه كتذوب في الطقم. خليكم معايا في المقادير وطريقه التحضير. هنايا في الخلاط تقدروا تعملوا حتى القصعه، تستعملوا يداكم. انا بغيت نزرب، عندي ربعه الزبده بدرجه حراره المطبخ، كاس د السكر، رشيشه د الملح، العبار بكاس د العنبه، ساشي د الزهر. وغنضرب مزيان، نعجن مزيان ديك الزبده مع السكر. غنعمل عليهم كاس د الزيت، كاس د اللوز، انا عملت اللوز محمر ومطحون، وكاس د الجنجلان محمر ومطحون. وغنزيد عليها الزبيب، تقدروا تستعملوا اي حاجه، تعملوا كاوكاو، تزيدوا حاجه، تنقصوا حاجه، تعملوا كركع اللي حبيتوا. غنعمل الساشي د الخميره د الحلوى والطحين 650 غرام، كندخلو بشويه بشويه بالمعلقه بشويه بشويه. كنخلطوا العجين ديالنا مزيان، كنشكلوا فيها. نقدروا نستعملوا المرشم كما كتشوفوا، اولا نكوروها كما عاد تشوفوني هنايا. عملت النص بالمرشم والنص كورته، وبديت كنعمل بالطينيدور. كنسيسو شي حاجه في الطحين وكنعمل ديك المريشمه، ومن بعد كندخلها للفران كيكون سخون على قبل درجه حراره 180 من تحت ومن فوق دا 28 دقيقه بالضبط. كنخليها حتى كتبرد تماما، وكنفرندها في السكر كتجي لذيذه وهشيشه كتذوب في الطقم. نتمنى تعجبكم وتجربوها. بارطاجيو الفيديو مع عائلتكم وحبابكم، وإلا عجبتكم ما تنسونيش من لي لايك، ونتلاقاكم في فيديو جديد. مع السلامه.